ماذا لو جربنا روتين التركيز لدكتور أندرو هوبرمان اللي اتكلمنا عليه الحلقة الأولى وما نفعش؟ تفتكروا المشكلة فين؟ المشكلة أعمق من كده بكتير. النهاردة هنتكلم عن الجذور بتاعة مشكلة النسيان أو عدم التركيز، وهنتكلم عن حلول عملية زي العلم ما قال بالظبط، مع مثال توضيحي لواحدة من الكلاينتس بتوعي. وما تنسوش تتابعوا الحلقة الأخيرة لأن في مفاجأة في الآخر، وهو روتين تركيز فعلي ياخد دماغنا لحتة تانية هقول لكم عليه في آخر الحلقة. لو دي أول مرة تتابعوني، أنا زينة فرج، وده بودكاست برين توكس، والزينة فضفاضة الدماغ، المكان الآمن اللي تقدروا تتكلموا فيه، تسألوا أسئلتكم، واللي بنتكلم فيه من غير أي حكم من أي حد. هدفنا إننا نساعد بعض، هدفنا إن احنا نعيش مرتاحين من غير ما نحس إن احنا مضروبين في الخلاط. ويلا نبتدي حلقة النهاردة. زي لو عملتي كل حاجة قلنا عليها في الحلقة اللي فاتت، صحيتي بدري، شربتي قهوتك بعد 90 دقيقة، لعبتي رياضة، اتمشيتي، عملتي فترات التركيز زي ما دكتور أندرو هوبرمان قال بالظبط، ولكن تركيزك بيطير أو مش جايبة النتيجة اللي انتي كنتي متخيلها. ماذا لو المشكلة مش في الروتين؟ المشكلة إن دماغك لسه عايش جوه حرب قديمة، حتى لو الحرب دي كانت جوه قلبك بس وانتي حتى مش فاكراها. النهاردة هحكي لكم عن منى. منى مديرة مشاريع، وعندها طفلين، طول النهار بتجري من ميتنج لميتنج لمذاكرة العيال، توصلهم للمدرسة للتمارين، وطول الوقت بتقول لنفسها أنا مش قادرة أركز، دماغي بتسرح حتى وأنا بتشتغل. جربت كل حاجة، برومودورو، شغلت مزيكا للتركيز، كل التكنيكس اللي قلنا عليها واللي ما قلناش عليها جربتها. جربت تظبط النوم، جربت حتى المكملات الغذائية، قالت يمكن جسمها في حاجة ناقصة، ولكن هي برضو التركيز بتاعها لسه قليل جدا جدا جدا. طب كده المشكلة فين؟ لما قعدنا مع بعض في أول جلسة، أنا كبرين كوتش سألتها سؤال واحد بس: إمتى آخر مرة حسيتي بالراحة والأمان؟ الحقيقة منى سكتت وبصت في الأرض. طلع إن منى وهي صغيرة كانت بتتعرض لتعليقات جارحة في المدرسة. هو مين فينا ما تعرضش للتعليقات دي؟ ولكن منى حساسة زيادة، فكل التعليقات دي لزقت فيها، في دماغها وفي جسمها. عقلها نسي المواقف لكن جسمها منسيش. في حتة في المخ بتاعها، وبالذات منطقة كده، يعني ممكن نقول بالعربي اللوزة الدماغية أو الأميجدالة، كانت دايما شغالة على وضع الإنذار، دايما خايفة كأن في حاجة. والجزء الأمامي من المخ اللي هو مسؤول عن التركيز واتخاذ القرار والتنظيم وكل الحاجات، دايما حاسس إن في إنذار شغال، فبالتالي هو مش مركز في شغله. تعالوا كده نعملها زي ما يكون كأننا في شركة، نعتبر دماغنا دي شركة، والحارس الأمن أو قسم الأمن بتاع الشركة دايما مرعوب، خايف إن في حد هيجي يقتحم الشركة، ودايما مشغل جهاز الإنذار. تفتكروا الموظفين اللي جوه أو حتى المدير التنفيذي بتاع الشركة هيركز إن هو يبقى منتج أو يركز في الشغل؟ دايما هيبقى خايف تجيله حاجة من حتة طول ما الحارس بتاع الأمن أو الإنذار شغال. مش هيركز، مفيش حد هيركز في شغله. هو ده بالظبط اللي بيحصل في المخ. اللي بيحصل في المخ إن دايما في جهاز إنذار شغال لحاجة قديمة جدا 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 نسيناها، ولكنها لسه لازقة في جسمنا، موجودة في العقل اللاواعي. طيب، اتكلمت مع منى ووصلنا ان احنا هنعمل كام حاجة كده صغيرين بحيث ان احنا نخرجها بره الدايرة دي، نخرجها بره جهاز الإنذار، نوقف جهاز الإنذار. لأننا لما هنوقف جهاز الإنذار الجهاز العصبي هيهدى، فهتبتدي كل حاجة جوه دماغها تشتغل زي ما المفروض تشتغل. قررت ان انا اعمل كام تكنيك مختلف مع منى علشان نمحي آثار الصدمة أو نقلل آثار الصدمات.
التروما أو الصدمات مش لازم تكون حاجة فظيعة، مش لازم تكون مثلًا حادثة، حرب، ممكن تكون مرض لفترة قصيرة، ممكن تكون حد دايمًا بيقول لنا كلام بيضايقنا ودايمًا يقلل مننا، ممكن تكون لقطة واحدة أو حاجة واحدة صغيرة أوي حصلت وإحنا صغيرين وفضلت موجودة في دماغنا، مش شرط إنها تكون حاجة كبيرة أوي. طيب أول تكنيك عملته مع منى حاجة اسمها إعادة برمجة الذاكرة أو memory reconsolidation. إيه الموضوع؟ طيب أنا قُلت لها هي كانت المشكلة بالنسبة لها إن كل التعليقات اللي كانت في المدرسة زمان مأثّرة عليها، ومن غير هي حتى ما تحس ده أو تربط ما بين ده وما بين اللي حصل زمان أو إن هي دلوقتي مش قادرة تركّز. فقُلت لها ببساطة هنفتكر موقف قديم بس وهي قاعدة في مكان آمن يعني. إحنا كنا بنعمل الجلسة أونلاين وهي كانت قاعدة في أوضتها وقافلة عليها في بيتها وحاسة بالأمان ومرتاحة. فقررنا إن إحنا نعمل التمرين ده مع بعض. أنا قُلت لها إن هي تقعد وتحط إيديها على قلبها وتاخد نَفَس طويل جدًا، 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 جدًا وتطلّعه بشكل بطيء. وتفتكر المواقف اللي كان زمايلها بيضحكوا عليها فيها أو بيقولوا لها كلام يضايقها وهي مغمضة عينيها، وتتخيل نفسها واقفة واثقة أو رد فعلها لو هي كبيرة دلوقتي والمواقف دي حصلت هتعمل إيه. فتخيلت نفسها إن هي واقفة واثقة وبترد بابتسامة وإن هي مش هاممها كل الكلام ده، لأن ده بيعبر عن وجهة نظرهم هم مش عن حقيقتها هي. بيعبّر عن خبرتهم هم، عن دماغهم والexperience والحياة اللي هم عاشوها، مش عنها هي وعن حياتها. فبعد شوية فتّحت عينيها وقالت لي: "أنا مش حاسة بنفس التُقل في صدري، أنا مش حاسة إن أنا في حِمل على كتافي، حاسة إن هو راح." فدي كانت أحد التكنيكات اللي إحنا استخدمناها علشان يعني نمشّي الخوف والتروما شوية أو الصدمات شوية من جواها علشان نبدأ نهيّأ جهازها العصبي إن هي تركّز أحسن. طيب الحاجة التانية أو الموقف التاني هي عندها في الشغل دايمًا قبل الاجتماع بتحس إن قلبها هيُقف، فعلّمتها حاجة اسمها psychological sign أو ممكن نسميها إيه، التنفس الجسدي. إن إحنا ببساطة جدًا ناخد شهيق كبير أوي من الأنف، وبعدين واحد صغير كده بعديه بس بنكمّل على الأولاني، وبعدين نروح مطلّعين كل ده زفير طويل جدًا بس بنطلّعه من الفم مش من الأنف. لمّا بنعمل ده 3 مرات تخيّلوا هي قالت لي إيه. طبعًا الtechniques دي هاقول لكم أنا أول مرّة أنا شخصيًا جرّبتها كانت إمتى، ولكن قبل ما أقول لكم إمتى، منى قالت لي: أنا حاسة إن أنا عملت reset لدماغي، وبتدخل الاجتماع بتاعها تبقى هادية جدًا وبتركّز جدًا، لإن ده بيعمل reset للجهاز العصبي بيخلّيه يهدى شوية. أول مرّة عملت الtechniques دي تقريبًا من 3 سنين ونُص لمّا والدتي الله يرحمها توفِّت، وأنا وقتها دي كانت من أكتر الحاجات الصعبة جدًا، جدًا اللي مرّت عليّا في حياتي فعلًا. فأكيد لازم أطلب المساعدة، ودي مش حاجة أخجل منها ولا حاجة تعيب أي حد خالص، إن إحنا وقت ما نبقى محتاجين نطلب المساعدة. فكنت باتابع مع therapist وفعليًا الكلام اللي كانت بتقوله منى خلّاني رجعت لكل الجلسة دي اللي أنا كنت حضرتها مع الtherapist قبل كده، لمّا عملنا التمارين دي، وإزاي فعلًا شِلت من جوايا وجع كتير، شِلت تُقل على كتافي وعلى صدري. مش عايزة أقول إن ده بيحصل من أول جلسة أو من أول مرّة بنعمل فيها ده، هو بيحصل بعد فترة، لإن سواء الgrieving أو إن إحنا نخرج من يتم التعافي أو الشفاء من صدمة، ده بياخد وقت، ما هو مش زرار بنتّك عليه، ولكن بناخد بالأسباب. طيب تعالوا نتكلم عن حاجة تانية، ويمكن دي حاجة اتشهرت مؤخرًا وهي حاجة اسمها somatic therapy
أو somatic movements. وهي إن إحنا نheal الجسم بالحركة أو نساعد في شفاء الجسم بالحركة. فعلمتها إن هي أي يوم عندها فيه ضغط وهي حاسة إن هي مش قادرة تكمل، تقوم تتحرك شوية. كان في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن لما نحس بالغضب نقوم نتوضى. سبحان الله، يعني نقوم نتحرك نتوضى، نقوم نلف كتافنا شوية، نقوم نمشي دقيقتين ونرجع تاني بخطوات هادية. نقوم نمشي بس واحنا مركزين في الحركة بتاعت جسمنا. يعني مثلا وانا ماشية بركز في خطوات رجلي، في إحساس رجلي على الأرض. وانا بتوضى بركز في إحساس المية على جسمي، وده بيبعت إشارة للمخ إن إحنا في أمان ومفيش خطر. ودي جربوها، هتستغربوا جدا جدا من النتيجة بتاعتها. طيب، حاجة كمان من الحاجات اللي بتساعد في إن إحنا نخرج من تروما أو نتخلص من ألم زمان، السيف كونكشن. وهنا هتكلم شوية عن العلاقات. أنا عارفة إن يمكن في كذا حلقة قبل كده أو كذا فيديو اتكلمت عن العلاقات، بس المرة دي في الحتة دي العلاقات مهمة جدا، بس العلاقات الآمنة. الحد اللي لما اتكلم معاها، صاحبتي، أختي، حد من العيلة، زوجي، أي حد تكلمي معاه بس هو قريب منك، تحسي إن أنت بتتكلمي من غير ما تفكري في الكلام كتير. بتتكلمي وانت عارفة ان اللي قدامك مش هتعمل احكام عليكي. تتكلمي وانت حاسة ان بالامان. هم دول الناس اللي تتكلمي معاهم. لما تحسي انك متضايقة او انك خلاص هتنهاري، اعملي نفس اللي منى عملته برضو. اتصلت بأقرب حد ليها وقالت لها انا محتاجة اسمع صوتك ومحتاجة اتكلم شوية. ليه بقى؟ الحقيقة إن المكالمات دي، أو حتى يمكن مش المكالمات بس، مثلا روحي خدي كده ابنك ولا بنتك في حضنك 20 ثانية، هتلاقي نفسك كده حسيتي بالأمان، لأن الحاجات دي بتنشط هرمون الأكسيتوسين، فده هرمون الأمان بيخلينا نحس بالأمان. في أوقات بنبقى جسمنا أو عقلنا بياخدنا لحتة بعيدة خالص. يعني ممكن مثلا نبقى في السوبر ماركت بنشتري حاجة، بس مخنا نفسه في حتة تانية خالص. مخنا نفسه في موقف حصل من 10 سنين مضايقنا، أو موقف حصل من 10 دقايق مضايقنا، بس إحنا في حتة تانية. ففي قاعدة اسمها 5-4-3-2-1. إيه 5-4-3؟ مش دي الأرقام؟ بالعكس. ولكن القاعدة دي بترجعنا للحظة اللي إحنا فيها. بنعمل فيها إيه؟ أولاً بندور على 5 حاجات شايفينها بعينينا حوالينا. يعني مثلا لو في السوبر ماركت أبص 5 حاجات كده، أبص على 5 حاجات شايفاها ودماغي يقول إيه الحاجات دي. أدور على 4 حاجات ألمسها، وممكن تكون على فكرة الحاجات اللي أنا شفتها ممكن ألمس نفس الحاجات أو ألمس حاجات تانية. أو أحاول أسمع 3 أصوات حواليا. ممكن يكون صوت حد بيتكلم، ممكن يكون صوت الكاشير بيقفل، ممكن صوت أي صوت حد ماشي، خطوات طفل على الأرض، أي حاجة. وتاني حاجة، ويمكن لو إحنا مثلا زي ما بنقول في السوبر ماركت، 2 ريحتين نشمهم. ممكن تكون ريحة جبنة رومي مثلا وريحة فاكهة، ريحة جوافة مثلا. والحاجة الأخيرة هي حاجة واحدة بس، إنك تدوق حاجة. يعني ممكن مثلا شوكولاتة، ممكن أي حاجة تتباع في السوبر ماركت أو في المكان اللي انتوا فيه. ده بيعمل إيه؟ ده بيرجع الدماغ للحظة اللي احنا فيها، مش أبعد. خلاص بيطلعه من مرحلة الانهيار أو الضغط بأنه بيفكر في حاجة مؤلمة جدا للحظة الحالية اللي هو فيها دلوقتي. طيب، أنا عايزة أقول لكم، يعني أنا بشتغل مع منى بقالنا فترة. بالمناسبة هي مسمهاش منى، يعني اسمها حاجة تانية خالص. وقبل ما بعمل شير لأي قصة من قصص الناس اللي بشتغل معاها، يعني طبعا أولا. طيب، خلينا نرجع لمنى ونقول إن بعد أسابيع فعليا
يعني نقدر نقول 5 أو 6 أسابيع، هي حسِّت إن تركيزها رجع وبتنجز أسرع، وحتى وقت اللعب مع ولادها بقت حاسة إن هي موجودة، عايشة، يعني مش إن هي قاعدة اللي هو إيه، طيب تمام يا حبيبي ماشي هالعب معاك، بس هي مش موجودة. فرق معاها كتير، كتير، كتير جدًا، جدًا. الخلاصة هنا إن هي ما كانتش محتاجة بس إن هي يكون عندها روتين تركيز، زي إن هي تنام كويس، تاخد المكملات، تتعرّض لنور ربنا وكل الحاجات اللي قُلنا عليها قبل كده، ولكن هي كانت محتاجة تحرّر دماغها من الصدمات اللي كانت حابسة طاقتها زمان، ومشغّلة دايمًا يعني جرس الإنذار في جسمها ومُخّها، فمخلّيها مش قادرة تركّز، وهي دي كانت أهم حاجة. طيب نقول سريعًا ال 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 الخطوات اللي قُلنا عليها. أول حاجة كانت إعادة برمجة الذاكرة، تاني حاجة التنفُّس الجسدي أو الphysiology، وبعدين الحركة الهادية اللي هي تمشي بس وإحنا واعيين لخطواتنا مثلًا، أو وإحنا بنتوضّى للمَيّة اللي نازلة على جسمنا، والعلاقات الآمنة، إن نكلّم حد فعلًا بنحس بالأمان وإحنا معاهم. والحاجة الأخيرة اللي هو الgrounding techniques، إن إحنا لو إحنا حسّينا ب ب ب بألم، بوجع، بضغط في مكان ما، نحاول ندوّر على 5، 4، 3، 2، 1، الحاجات دي هتخرّجنا من الحالة دي على طول. طيب إيه المصادر بقى بتاعة الحلقة النهارده للي حابب يكمّل ويسمع الحاجات؟ في حلقة بودكاست جامدة جدًا لدكتور أندرو هوبرمان اسمها Erasing Fears and Trauma، إزاي نتخلّص من المخاوف بتاعتنا والصدمات. وكمان في كتاب حلو جدًا، جدًا أنصحكم بيه اسمه The Body Keeps the Score. اللينكات بتاعة الحاجات دي هتلاقوها موجودة تحت. ولكن أنا كمان عاملة تمارين عملية يومية لتركيز أعلى وتحرير الصدمات، والتمارين دي هتساعد المُخ إن هو يركّز أكتر. دي أو تحدي 7 أيام، كل يوم هنعمل فيه حاجة بسيطة خالص تساعد مُخّنا إن هو يركّز أكتر، ودي كلّها بناءً على علم الأعصاب الbrain كمان. بس لو عجبتكم الحلقة النهارده ما تنسوش اللايك والشير، وتابعونا على البودكاست على أي منصة أنتم سواء لو بتحبوا تسمعوا على Spotify أو Apple Podcast أو حتى بودكاست اليوتيوب، أو شوفونا على اليوتيوب. في حد حواليكِ مش مركّز بس عامل كل اللي عليه، ممكن تبعتي له الحلقة، ممكن يستفيد من إنه محتاج يشيل كل الحاجات اللي جواه، أو يتخلّص من المخاوف وآثار الصدمات السابقة. بس أشوفكم بخير.